السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل عام وانتم طيبين، صوما مقبولا ان شاء الله من الجميع يا رب، واجعلنا من الفائزين كده يوم عرفات كده بفضله يا رب العالمين. عجبت لكم أكلة بقى تنفع في العيد، أكلة بتاعت 10 دقايق، ما بتاخدش 10 دقايق. بصوا الفيديو بتاعها كله 6 دقايق، هي ما خدتش مني غير 10 دقايق والله، وما وقفتنيش قدام البوتاجاز خالص. سهلة وبسيطة وخفيفة جدا، وبدون سلق مكرونة وبدون تسبيك طماطم، مناسبة للحر الشديد اللي احنا فيه ده، ربنا يرحمنا برحمته يا رب. أكلة جميلة جدا، أنا عملتها معاكم قبل كده، بس أنا عملتها بقى كانت مسبكة وطماطم والمكرونة مسلوقة والكلام ده كله. لا دي ما خدتش وقت مني خالص، 3 طواجن طلعوا في 10 دقايق، يعني مفيش أسهل ولا أسرع من كده. أنا معايا بصلتين كبار متقطعين مكعبات أهم، ونقول بسم الله ونتوكل على الله ونقول يا بركة الله كده، ونبدأ في حاجتنا ونصلي على رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام. البصلتين الكبار دول أنا يعني هدبلهم، مش انتوا عارفين إن أنا مش بحب أحمر البصل قوي. بنزل عليهم بحوالي فلفلتين رومي كبار شوية، ومعاهم واحد شطة صغير. اللي مش عايز الشطة ده خالص، لو في أطفال أو حاجة يشيلوا خالص يستبعدوا، بس طالما في كبار بياكلوا الحاجات دي بيحبوها مشطشطة شوية. وطلعت عاملة زي طواجن المكرونة اللي بتتعمل فعلا بره، يعني هما بيتهيألي بيعملوها بنفس الصورة، مش بيسلقوا ولا يسبكوا ولا الكلام ده خالص. هو المنظر ده انا معرفش هو اتعاد تاني ليه، بس مش عارفة يعني هو اللي جه مني غلط. معايا نص كيلو لحمة مفرومة اهيت، هي مجمدة طبعا واضح شكلها، فانا هديت لها النار وسبتها لما فكت خالص وبدأت تتعصق تعصيجة عادي جدا. هنزل عليها بالتوابل بتاعتها خفيفة، فلفل، حبة بهارات وملح وسنة قرفة بسيطة وحبة بابريكا صغيرة بس. هي كل التوابل اللي هتتحط الكبيرة كلها هتتحط في الطماطم اللي مضروبة في الخلاط. يبقى كده اللحمة خدت بهاراتها وخدت ملحها خلاص، مش هنيجي جنبها تاني. ادي الطماطم بتاعتي ضربت في الخلاط، ولا صفيت ولا اي حاجة خالص. حطت لها سكر، حطت لها ملح، حطت لها معلقة فلفل كبيرة اسود، حطت لها حبة بابريكا كبار وسن توم، يعني حطيت زي نص معلقة صغيرة توم، بتدي ريحة حلوة للمكرونة جدا. وحطي معاها كمان حبة كزبرة صغيرين، بتدي طعم جميل قوي لصلصة المكرونة. جبت الطواجن بتاعتي ومسحتها كده بفرشة زيت بسرعة بسرعة كده، لأن أنا كنت مستعجلة يومها جدا على الطواجن ديت وأنا بعملها، ما كانش في وقت عندي. وانتوا عارفين طبعا إن الأيام دي كلها شغل في قلب البيت، شغل ملوش حدود، يعني الواحد بيلاقي روحه مشغول طول اليوم لغاية ما يجي يسحر بالليل والله. الحمد لله، ربنا يدي الجميع الصحة يا رب، وعيد سعيد عليكم يا رب، ويوسع على الناس كلها امين يا رب العالمين. برص اللحمه بتاعتي اهيت، لان ال3 طواجن بتوعي وسط كبار ما هماش صغيرين قوي، يعني يا دوب. وجبت المكرونه اللي معايا حوالي كيسين، بس انا هاخد كيس ونص بس منهم على قد المكرونه. فرغتها وهي نيه زي ما انتوا شايفين اهو من الكيس قدامكم. سويت كده اللحمه في قلب الطواجن، وحطيت المكرونه في قلب الطواجن اهيت، وبسويها بايديا. وهنزل عليها بعصير الطماطم اللي عليه كل التوابل المحطوطه دي، اللي هي الملح والسكر وكزبره وسن الثوم وبابريكا وفلفل اسمر، واللي عايز يحط شطه كمان يحط، بس هو كفايه كده، الشطه اللي فيها كفايه قوي كده. هقسم الطماطم بقى على الثلاث طواجن، وهحط معلقه صلصه لتعزيز اللون شويه، مع ان البابريكا بتدي لون حلو برضو، بس انا عملته يعني قسمت معلقة الصلصة ل2 بس. في واحد من غير صلصة صاحبه بيحب الحاجة فاتحة، ما يحبش الطماطم كتير وغامقة، لا عايزاها خفيفة. وهي فعلا خفيفة جدا 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 في الهضم، وطلعت يعني ما خدتش في الفرن ربع ساعة، ما قعدتش في الربع، يعني مجرد ما المكرونة استوت بس طلعتها وربع ساعة بالظبط. تظبطي عليها كده الفرن، تبصي في ساعتك كده وتروحي طافية على طول وسايباها كده في الفرن 10 دقايق كمان وهو مطفي.
وتطلعيها وتقلبيها في منتهى الجمال وخفيفة وسهلة وما خدتش وقت مني خالص. تنفع للعيد ولا ما تنفعش؟ مش هتقول لأ والله، هتقول آه، وهتبقى جميلة على السفرة كده كطبق كده جنب أي حاجة تانية تتعمل. إن شاء الله هنعمل حاجات خفيفة مع بعض كتير، وأكلات العيد بتبقى كتير، وأيام العيد، العيد الأضحى المبارك ده بتبقى أيامه كتيرة أوي، إحنا بنكترها. هم 4 أيام بس، بس إحنا بنزودها أوي، مش عارفة ليه والله. بس كده الطواجن طلعت معايا، وكلها أيام خير وبركة عليكم بإذن الله، على أمة الإسلام كلها يا رب العالمين. بصوا استووا بسرعة إزاي أهم. منظرها شهي جدا وخفيفة جدا، أحلى ما فيها إنها خفيفة. هقلبها معاكم دلوقتي وهتشوفوا منظرها، ويا رب تجربوها وتعجبكم. واللي يعجبه بقى الفيديو يشترك في قناة المسك، وما يستخسرش فيا اللايك الجميل بتاعكم، ويقول لي ايه رأيكم لما تعملوها. ان شاء الله هتعجبكم قوي 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 بإذن الله. اي بصوا انا قلبتها وبسيبها شوية كده لغاية ما تلاقيها هي ثابت حروف الطواجن، بتسيبها هي لوحدها. بصوا بتطلع معايا بمنتهى السهولة ازاي، ومرسومة رسمة جميلة جدا جدا جدا. احلى من كده واخف من كده واسهل من كده مفيش والله. والمكرونه معروف انها حبيبه الاطفال والكبار، الصغير والكبير بيحب المكرونه، بيحب طواجن المكرونه. يا رب يكون عجبكم الفيديو، واشوفكم على خير في فيديو اخر ان شاء الله. وكل سنه وانتم طيبين، وربنا يعيد علينا الايام بخير يا رب، والكل يكون على جبل عرفات السنه اللي جايه ان شاء الله، وينولها لكل مشتاق يا رب العالمين. مع الف سلامه حبايب قلبي.